اما السعوديه دي مش عارف سنه 1900 حاجه و30. يعني انا جدي اكبر من السعوديه. العرب يا جماعه كانوا عايشين في الجزيره العربيه. بص، ما كانش في حاجه زمان اسمها السعوديه والكويت والامارات، ما كانش في الكلام ده. بس كان في مصر بفضل الله، لان مصر 7000 سنه. اما السعوديه دي مش عارف سنه 1900 حاجه و30. يعني انا جدي اكبر من السعوديه. والله جدي اكبر من السعوديه. انا ابويا مواليد 54 واصغر واحد. جدي مش عارف سنه 1800 وكام. لما انا جدي اكبر من السعوديه، يجي تركي الشيخ يقول لك المصريين مصريين ايه يالا؟ هي السعوديه دي كلها على بعض كده ما كملتش 100 سنه. اما مصر كام سنه يا شباب؟ 7. انت كبير جدا وعظيم. خلي بالك المصري ده جامد جدا والله. بس هو بس ما للاسف احنا مش فعلا فاضي كبار جدا يكتشف نفسه الايام دي. وجامدين. احنا بقالنا 7000 سنة. انت دولتك دي متأسسة امتى؟ متأسسة التأسيس التالت بتاعها 1913 1932، والتأسيس التاني كان 1912، والتأسيس الأولاني كان 1700 ل 1800. ايه ده؟ طب ما هو احنا فعلا بقالنا 7000 سنة. مش جايب لي صخرة اكتشفناها بقالنا 12000 سنة. احنا المصريين احنا 7000 سنة حضارة. سيبك من ده. ياسمين عز طالعة بتهاجم أبو حمزة المدرس المصري ابن بلدها، بتغلط في الراجل، وطالعة في البرنامج بتغلط فيه. هي طالعة برنامج فين؟ على ام بي سي مصر. طبعا كلنا عارفين ان هي تابعة للسعودية، وفلوس تركي آل الشيخ، فلازم تدافع عنه. فانا بقول لك يعني اجتهدي وهتوصلي، وانت كده وصلتي يعني. احلى تعريض. سيبك من دي عشان اكل عيشها، فلازم ترد. تعالى بقى بسعد باشا القحطاني اللي امه صعيديه وابوه سعودي. انت طالع بتقول وزير السياحه وانا ممكن اقول له يلا وهو على دماغي، وبتردها بالشياكه وبالطريقه. يا باشا الراجل ما غلطش فيكو. الراجل بيقول يلا عادي، وهي كلمه دارجه عندنا في مصر. زي ما انتوا بتقولوا يا مره، احنا عندنا الحريم كده لما بتقول لها يا مره ممكن تسخن عليك وتهب عليك. ايه مره دي؟ زيكم انتوا كده. احنا كلمة يلا عندنا يلا عادي يعني. انتوا بقى خدتوها بشتيمة، هي مش شتيمة. تعالى بقى اقول لك حاجة. السعودية هم على دماغنا السعوديين الناس المحترمة، بس لكن قلالات الادب اللي دخلوا في التعليقات عند الراجل هنونا كمصريين 120 مليون مصري، ما هنوش مصري واحد اللي هو المدرس، هم هنوا 120 مليون مصري. تمام؟ احنا عندنا في مصر هنا مجدي يعقوب، احمد زويل، ده مصريين. وعلماء الدين عندنا الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه. ايه؟ احنا المصريين احنا اللي عملنا السعوديه، الكويت، العراق، ليبيا، كل الدول العربيه. سيبك من ده كله، احنا ما بنعايرش بعض. انا عملت لك وانت عملت لي. زي ما انت طالع بتهين الراجل وانت كل المصريين. انت بتتكلم في العرب وما ينفعش تتكلم عن العرب. طب انت كنت فين واختك بتتضرب؟ موقفك كان فين واحنا عمالين بنجري لوحدنا ورئيسنا بيجري لوحده؟ وانتوا فين؟ مش انت بتتكلم كعرب؟ فين انت؟ فينك انت كعرب؟ ما ينفعش نتكلم وما ينفعش نجيب في سيرتنا وما ينفعش نقول كده على بعض. طب ما اختنا بتتضرب جنبنا واحنا طالع ميتين ابونا وبنجري وراهم لوحدنا. ايه انت فين؟ مش بنتكلم كعرب؟ ولا هو عشان شتم اللي بياكلنا ويشربنا؟ بياكلكم انتوا وبيشربكم، مش بياكلنا احنا وبيشربنا. الحمد لله. احنا لما فكر يهب عندنا ادينا له الخطيب، اداله العاليه، ادعى بص اداها له في السوكه كده. صح ولا لا؟ ما تيجي تتكلم عن مصر اتكلم باحترام وبأدب. التعليقات اللي دخلت عندك يا سعد يا قحطاني تثبت لك احنا ايه، تثبت لك المصريين ايه. مشاهدات اللي عندك والمليون ونص متابع دول مصريين، هم اللي ردوا عليك. ادخل في التعليقات عندك وهم اللي ردوا عليك. وياسمين انت ما فيش كلام عليكي، لان انت كده كده فيك اللي فيكي. يعني فيك اللي فيكي. بصي، تركي رد على كلمة يلا وقطم، يعني ما رد على الراجل بشياكه، وايا كان هو موقفه ايه فرد على الراجل. تمام؟ انتوا بقى طلعتوا تطبلوا
فدي بتاعتكم انتوا. لكن تتكلموا عن المصريين تتكلموا باحترام. ماما سعوديه وبابا سعودي، دي مشكلتك. فتحترم ماما، تحترم اهل ماما، وتحترم اهل ماما برضو. وبابا انت لسه، انا معرفش انت لسه عارف من كام سنه ان انت هوب كنت بتدور على عيله فاكتشفت، دي مشكلتك. فان انت تدافع فده حقك ان انت تدافع عشان بتدور على اصولك. فانت راجل سعودي فاتكلم عن السعوديه، ما تتكلمش عن المصريين هنا. الراجل ما بيدرس ماده فدي بتاعته، بيعرف طلابه تاريخ بلده ايه، من حقه زي ما انتوا بتعرفوا ان انتوا تاريخكم ايه. مثلا بتيجي عندكم للطلبه بتيجي تقول له تاسيس المرحله الاولى يعني ليكوا تاسيسكم من 1700 لغايه 1820 1827. ده التاسيس الاول. التاسيس الثاني يعني برضو انا مش يعني مش التاسيس الثاني في 1902 وجا التاسيس الثالث 1932 33 في الحدود دي. فده تاسيس. لكن احنا تاسيس مصر امتى؟ ما يزيد عن 7000 سنه. دوله قائمه بمهندسينها، بدكاتره، بعمالها، بنظام بقاله 7000 سنه، مش لسه بيعمل نظام بقاله 50 سنه. فده الفرق اللي هو بيعلمه للطلبه. انا حضاره بقالها 7000 سنه، يعني ايه؟ مش ناس مهلهله بتجري في شارع، لا، هم ناس عندهم دوله، بيعملوا معابد، بيعملوا اهرامات، بيعملوا دوله العالم كله اقتد بيها، مشي بيها، مشي وراها. مش احنا بقى على رايه احنا كنا مكسلين اليومين دول، بقى لنا مثلا 50 سنه 60 سنه مكسلين. فهو فعلا احنا في كسل عندنا. بس احنا لما طلعنا بره عملنا دول، يعني احنا نشرونا بره عملنا دول. عملنا الدول بقى ايه؟ كر بقى معايا العراق، الامارات، السعوديه، الكويت، قطر، كل دول مين اللي عاملهم؟ ما المصريين يا حبيبي، المصريين يا بابا. ليه؟ لان هم اصلا عندهم دوله، هم عندهم دوله قائمه بقى لها 7000 سنه، بقى لهم 7000 سنه دوله قائمه. فما تجيليش انت وتقول لي مش عارف ايه. اقسم بالله انا لو قعدت في الفيديو ده من هنا لاخر السنه، يعني على اخر انا على اخري، ان التعليقات مستفزه، احنا بنتشتم. ايه ده؟